السلام عليكم. ضيف حلقة اليوم من فقرة تحقيق هو مسلم، اللي كتر عليه القيل والقال في الآونة الأخيرة. هو أمل صقر على ديك القضية اللي على بالي وبالكم ديال الزواج وبلا بلا. قبل ما نبدا بغيت نبين بلي هذا الرأي شخصي وهذه وجهة النظر ديالي. اليوم غادي نهضروا أو غادي نناقش معكم وجهة النظر ديالي في مسلم الفنان، ماشي مسلم الشخص. حيت كشخص حياته هذيك، يتزوج يطلق يقرع يكبر شعر شغله هذاك. حاول تقرا حتى الاخر باش ما تديش شي فكره غلطه. مسلم او محمد الهادي مزوري، من مواليد سنه 1981 بمدينه طنجة. حتى واحد ما غادي يقدر ينكر باللي مسلم من بين الناس الولا اللي دخلوا الراب من المغرب، وحنا كشماليين كبرنا مع الدياسك ديالو، الزنقه فلو قشله وداكشي اللي كتعرفوه كاملين. انا شخصيا ما كنتش مهتم بالراب بزاف، كنت كنريح مع الدرايد الحومه. في الايام ديال المراهقه والام بي 3 كان ديك الهيت ديال الكلاشات ديال الراب، ويمكن نسميها الحلاوه ديال الراب. ايام اولد سكول كنتي كتسمع غير هذا كلاشا هذا، وعلى سبيل المثال مسلم الروفيكس، مسلم وبيك الى اخره. بغينا ولا كرهنا مسلم كيبقى من الناس القلائل اللي كتبوا اسمهم من ذهب في عالم الراب المغربي، واللي يلا اكتشف مسلم واغانيه حتى لهاد ال5 سنوات الاخيره. غادي نقول له رجع تسمع دياسك ديال بصاح، واللي باقي شخصيا كنسمع له بحال الحلم من دابا الفوق. ماشي انا اللي اختارت، لو كان الواقع لوحه. والمرحوم عكس الموسيقى اللي كينتج اخيرا واللي كنسمع لها مره واحده وما كنزيدش نعاودها، ابار شي لقطات بحال ماما. واللي بغى يعرف التحول اللي وقع المسلم يشوف غير العناوين ديال الاغاني ديالو، بحيث انه خرج ديسكو شحال هادي على الام ديالو وسماه يما، وفي 2018 خرج ديسكو على الام وسماه ماما. والفاهم يفهم. هادشي عادي يمكن نوقع فيه انا وانت، بحيث انه ملي كيكبر الاسم ديالك وكترجع مشهور كتبغي تسيب لي جمهور اكثر. ولكن اللي ما مفهومش واللي غير مقبول هو ان مسلم ما حاولش يواكب الشهرة ديالو ويديفلوبي راسو، بحيث ان اغلب الخرجات الاعلاميه ديالو كتكون فاشله. بمعنى اخر ما كيعرفش يهضر مع الميديا. ماشي مره ماشي جوج كتصادفوا شي قناه كيبقى يعاود ديك الكلمه ديال شنقول لك اخاك. العديد من الناس كان كيدخلوا الشك كيفاش من شخص كيخرج من اغانيه شعر وقافيه ما يقدرش حتى يقول جمله مفيده ويهدر بطلاقه. بالاضافه الى انا صاحب المهمات الصعبه. وبدون ما نساو التسجيل الصوتي مع صدام درويش والكلمه الاسطوريه ديال فينا نعمل دوبل، وكذلك تسريب اغاني واختراق صفحه الفيسبوك وما خفيه كان اعظم. هاد الاخطاء غير مقبوله من فنان بقيمه مسلم. كان خصو يعمل ماناجير اللي يقابلوا المكالمات والخرجات الاعلاميه ديالو، بالاضافه الى كوميونيتي ماناجر محترف اللي يقابلوا السوشيال ميديا. بغينا ولا كرهنا كما سبق لي قلت لكم مسلم كبرنا معاه، وهو اللي حببنا او بمعنى اخر خلانا نسمعوا الراب. كنتمنى مسيره موفقه للفنان الحر اللي قريب يكتسح الساحه الفنيه ان شاء الله، وكنتمنى يستافد من الاخطاء ديال الزميل ديالو. وانا اوترافيل.